بركتهن. نبدأ الحوار على بركة الله مع سماحة الشيخ البدري. الحوار هو نقطة ارتكاز في كل الحضارات التي أنتجت شيء للبشرية. دعنا نقص شريط الحوار للسيد المشاهد بتبيان ماهية الحوار في المنظومة الإسلامية، وهل تختلف هذه الماهية عنها في الديانات الإبراهيمية المتبقية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية حب واحترام لجنابكم دكتور وللضيوف المشايخ حياهم الله. بالنسبة للقرآن الكريم رسم لنا مبدأ وصورة عامة حول التعايش السلمي ومبادئ الحوار في الآية القرآنية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إلى آخر الآية. هذه الجعلية وجعلناكم شعوبا وقبائل، أن هذه الجعلية هي جعلية تركيبية بين الأمم وبين المجتمعات الإسلامية. وبدأ الحوار يعني بهذه الآية ومضمونها أن يبين لنا الديانات الأخرى. القرآن هو دستور إلهي، دستور لتنظيم الحياة البشرية بصورة عامة. ليس فقط للديانة الإسلامية أو خوطب فقط المسلمين بذلك. يعني ضمن حيثيات هذه الآية إشارة إلى النقطة الرئيسة، ألا وهي لتعارفوا. نعم. السبب الرئيس بالخلق نعم. شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتعارف لا يمكن أن يكون إلا من خلال الحوار. الحوار أيضا دكتور. طيب، أحسنتم.